من قناة معاكم الأحلام. النهارده بص هو حاجة عابرة. يعني ايه حاجة عابرة؟ يعني من عادتي بجيب الحاجة اللي هستمتع بيها في رجب وشعبان ورمضان قبل شعبان قبل يعني تمالي بقضي مثلا شعبان رجب حاجات عندي واجيب حاجات جديدة عشان شعبان ورمضان. السنة دي قلنا لا هنغير، فقعدت ادور في فيديوهات كتير قوي لغايه لما لقيت الطقم ده. الطقم ده ان شاء الله هو طقم عشاء، باذن الله هيكون طقم فطار. انتوا عارفين طبعا ان احنا بنصوم كتير في رجب وشعبان ورمضان، فقلنا بقى نحتفل من اول الشهر. فقلت افتحه معاكم ونشوف يستاهل نعمل الحاجات الحلوه ديت ونجازف ونقطع من مصروف البيت ونجيب الحاجات دي. هنقول يلا وان شاء الله خير. هنفتحه ونشوف شيء ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متأمن يعني ما تقلقوش. الشركة عارفين احنا طبعا بنخاف من الحاجات ديت عشان تأمين الشركة، بس يعني مكلمة ومأمنة ان الشحنة هتيجي متغلفة كويس. وحقيقي كرتونة جامدة. الشركة اللي جابت لنا اللي هي رامكس تقريبا، لا واثقة من نفسها مش واخد بالها ما شاء الله. يعني احنا عارفينها اسم الشركة كويسة جدا يعني. فهنفتح مع بعض وهنشوف حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. العلبة اللي تقيلة. السنتين مع العلبة مضايقني. بصوا بقى يا جماعة، هنطلع ده دلوقتي. أول حاجة طبق الغرف. كل حاجة جاية في علبة زي دي ماشي، وجاية متأمنة بالغلاف ده خلاص. وفي حاجات هتشوفوها دلوقتي متأمنة بحاجات. ده الطبق اللي هو بتاع الغرف. أنا شايفة إن شكله جميل. أنا نقيت اللون الأزرق، أنتوا في إيديكم تنقوا اللون اللي أنتوا عايزينه. هو في منه ألوان كتير قوي قوي قوي، ولو دخلتوا على السايت هتتفرجوا على حاجات حلوة كتير. حاليا هي السراكيب الصغيرة. بصوا جاية عاملة ازاي. جاية متأمنة كويس قوي قوي، لأن دول بس اللي مش في قطعة. عايزة أقول لكم إنهم مش غاليين، بس أنا شايفة إنه تأمين كويس عشان الحاجة توصل لنا ما يبقاش فيها حاجة. على فكرة المندوب قال إن ممكن يشوف حاجة عادي، فأنا شايفة برضه إن دي حاجة حلوة إن إحنا نشتغل عشان مش قلقان. والشركة قايلة لو في أي حاجة لا قدر الله لأي ظرف هي معانا يعني. بصوا اللون الأزرق جميل إزاي، تحس إن هو مميز. بصوا شايفين الشياكة لذيذ صح؟ أنا شايفة إن هو طقم هيبقى على الفطار بصراحة هيبقى جميل، وفي الأيام العادية هيبقى العشاء حلو قوي وروش حلو. تعالوا لسه هنشوف حاجات كتير. إحنا بنشوف حاجة ولسه هنرصه وهنوريكم شكله على السفرة صح؟ صح بناتي حلوين؟ ده بدون كلام. يس ايوه. بصوا هو احنا بنقول ان الاستمتاع بيبقى في شكل السفرة حتى لو الاكل بسيط. بصوا نفس الكرتونة، وبعد كده هنطلع الاطباق اهي باينه. انا بس حطيت الكرتونة مش عارفه احط فين. لا انا بحب افك. لا بس لما تيجي تجيبي الكرتونه كلنا هنحطهم عشان بصوا جوه الكرتونه، وبرده مأمنين من وسط الاطباق ماشي، ومأمنين بالاسترتش. ليه؟ لان ممكن الطبق يزحلق على طبق تاني لأسوأ الظروف، فهم بيبقوا رابطينهم بالاسترتش عشان تبقى حاجه جامده. فاحنا طبعا عندنا بكره الاسترتش في البيت، ممكن نبقى نزود بيها لو لقينا الاسترتش ده اتقطع دلوقتي. يعني طبعا عارفين لسه فاضل شهرين على رمضان، على رجب شهرين صح؟ شهرين على رجب.
صح ميرفت؟ تحبي نروح ونيجي تاني بعد ما نكون فاكرين؟ لا احنا نشوفها مع بعض عشان هما يشوفوا حقيقي ان في بين الطبق والطبق، فاهمه؟ مش انت بتقولي كده مثلا انا ما اعرفش الشركه دي يا جماعه، والله انا جبتها من السايت، يعني انا ما اعرفهاش. وما لدرجه انا ما قلتلكوش مثلا اسم السايت ايه بقى؟ اسم السايت ايه؟ اسم الشركه ايه؟ اكسفورد. وهي هتوريها لكم دلوقتي على الكرتونه، واللي عايز منكم اللينك يبعت لي وهبعته له. ماشي؟ نكمل بقى. دي البقى اللي انا كنت بفتحها. سبتكم ثواني. طبعا تحس ان هو شياكه بصراحه يعني. على فكره لما يتفرد كمان هيعجبكم قوي. يعني هيبقى شيك قوي. هطلع كله وهوريكم. انا سبتكم بس على ما فكيت عشان الاسترتش كتير. ده الطبق الغويط. دي البوله بتاعت الشوربه، جاي منها 6 في الكرتونه الصغننه دي. ماشي. طبعا هي مكمله طب استنوا بقى هنفرد ونحكي مع بعض فيه. يعني استنوا ثواني، انا هفرشه دلوقتي وهوريكم اللي بقى هتحط ازاي، بس انا عايزه اوريكم بقيه الديتيلز بتاع يعني في حاجات كده عارفين بتبقى ليها ميزه كده، فقلت بصراحه شوفوها ميزتها ايه. واو. هنفرد بقى ونشوف. اوكي يعني هنفرد ونشوف. ما شاء الله جبتها كده قبل ما يروح يعني. ارمي عليا. استني عشان في حاجه هنا. بتاعت لا ثواني. دي بقى خدي البطيخ يعني. ايه يا جدعان عايزين كمان وحاجه مهمه جدا لكم يا جماعه ان انتوا لما تيجوا تجيبوها يكون معاكم حد يطلع. اهم حاجه يكون معاكم حد يطلع. يعني اعملوا زي كده ووقفوا البنات، ولو الولاد موجودين مفيش مشكله عشان يبقى كمان اجساد. ماشي. ماشي. ده الطبق اللي هو ده. هاتيله الابيض ده اللي هو زي ده. اوكي بس هفتحه بقى اوريكم. اوكي اللي وريته لكم ده مش الطبق، ده الشياله. دي الشياله بنحط عليها السمبوسه والحاجات دي. يا دي كبيره قوي. ثواني يا جماعه هنشيل الكراتين مع بعض علشان ايوه نشيل الفكاهه بقى عشان اوريكم الدهايه. تمام. هقول لكم بقى احنا كان ممكن نفرش طبعا كل حاجه، بس يعني انا عايزه ادي فكره بسيطه، واحنا كده كده في رمضان مع بعض حاجه. ايوه اول فيديو هيكون بيه بقى باذن الله. اول اكل لينا هيكون في رمضان او في رجب، انما دلوقتي بقى مش هشتغل عليه دلوقتي. انا بحب اشيل الحاجات دي للمناسبات الحلوه. بصوا اولا ده بوله الشوربه ودي بوله الغرف. خلاص البوله دي او الطبق ده بيبقى طبق سلطه اللي بيتحط جانبي. ماشي. يعني اشك لما تيجي افردي ده مع فوطه السفره، وخلي ده احنا بنحط السلطات في قلب البقر. احنا الاكل اللي بينزل معانا جزء بجزء. اوكي دي ليها حاجات كتير تتحط فيها. اولا الفاكهه، لو احنا مثلا بعد الفطار احنا بقى عاملين على الفطار مثلا مش هنقول حاجه عاديه، هنقول شوربه بالكريمه او حاجات زي كده، هيبقى شكلها شيك قوي، هتبقى جميله. ديت ممكن تتعمل الكيك، ممكن تتعمل السمبوسه والجبنه الموتزاريلا والفراخ البروستو، يعني انها تحافظ عليها. اوكي الاتنين سيرفيس دولت اللي هنص فيهم اي حاجه عاملينها جانبيه. اوكي هنا هنحط الحاجات المميزه زي الرانجش كيك والحاجات ديت لو عايزين نحط، او نحط فيها السمبوسه والحاجات دي ونشيل دي لو احنا عاملين كنافه بالمانجا. ماشي. انا عايزه اقول لكم ان ممكن بحاجات بسيطه قوي تسعد بالكم. الطقم ده ممكن تلاقوه مثلا ب4 وشويه او ب5. في طقم عنده من اول 2000. انا شايفه ان الحاجه شيك. الفينش بتاعها جميل قوي. اسمهم طبعا مقبول وعلامتهم موجوده.
شركة حلوة ومميزة. عجبني ان الطقم جه بشياكة، ما فيهوش اي حاجة، ما فيهوش خدش، ما فيهوش جرح. الذهبي ده كمان مديله رونق كده، وتحسي ان الطقم هادي. انا نقيت لي اللون الازرق عشان كنت حباه، بس كنت حباه في طقم شاي. انا جبته كده، بس انا شفت عندهم طقم شاي اسود، بنتي شافته بصراحه قالت لي تحفه. اتمنى ان انا اجيب زيه ازرق عشان اكمل الطقم ان شاء الله. بس انا قلت اقول لكم ان انا جبت طقم لذيذ ده عشان استمتع في رجب وشعبان ورمضان. ولو قدرت تاني هجيب، بس انا انتوا عارفين ان انا المفروض ان انا هنقل، فانا بظبط نفسي ان انا انقل فمش عايزه اصرف كتير، بس ما يدورش ان انا اجيب حاجه مميزه او اسعد ولادي. كل سنه وانتم طيبين. اي نعم فاضل شهرين، بس والله لو اقول لكم روايحهم موجوده من دلوقتي احنا في منتهى السعاده. يا رب يدخلنا ويبلغنا رمضان بكل خير، يدخلنا عليه على خير، ويدخلوا علينا بخير، ويدخلوا على الامه الاسلاميه وعلى الناس كلها بخير وبسعاده وبفرح. اسعي انك تسعدي بيتك لو طقم من النيل، لو طقم صيني متجمع من اي حته. على فكره لو جمعت طقم صيني حلو هقول لكم. انا مش حكايه ما بتكسفش والكلام الفاضي ده كله، بس في ساعات طبق بيشدني. انا بحب استمتع في وش البيت. اتمنى تكونوا تحضروا صلاه وصيام، قران، صيام، كل حاجه، حتى الحاجات الصغيره دي اللي تسعدوا بيها اولادكم. وربنا يبلغكم رمضان على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتظرونا في فيديو تاني. انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. اعملوا لنا لايك، سبسكرايب، اسمعوا كلام ماما عشان انتوا حبايبي. وقولوا لو تصيروا في حاجة، ومستنيين منكم تعليقاتكم الحلوة اللذيذة. وباي باي. باي باي.